ممدوح، ايه رايك في ماتش النهارده؟ مبروك للنادي الاهلي، فريق بطولات معروف. انا شربت من الميه. فريق بطولات معروف طبعا، وخبره الاهلي لعبت دور كبير جدا. الزمالك ما عندوش مهاجمين تقدر تسجل في النادي الاهلي. فرقه عايزه تاخد السوبر المصري ما سجلتش هدف في البطوله. سيبك من ضربات الجزاء دي، اي فرقه تسجل، انما في البطوله نفسها ما عندهاش من يخلص. فلذلك انا بقول النادي الاهلي فريق البطولات. احنا كده كسبانين الزمالك ماتشين، ماتش في الدوري وماتش في السوبر المصري. لما يكون في اهلي ما يكونش في زمالك تماما، لان طبعا معروف النادي الاهلي بجماهيره وبشعبيته اللي تعدي شعبيه الزمالك بمراحل. فمبروك للنادي الاهلي وجماهيره. وبن شرقي اللي هو بين قلبي حط جون معلمه يدل على انه لعيب كبير. وطبعا الاسيست من زيزو اللي قدم مباراه كبيره جدا وتدل على انه لعيب كبير، وجاي زيزو اكتر من كده ان شاء الله. والف مبروك للاهلي وهارد لك للزمالك، اهو ولاد عمنا زي بعض. ايه رايك يا باشمهندس اسامه في الشتيمه والسب في زيزو اثناء الماتش؟ تخطى ده فعلا؟ بالنسبه للشتيمه والكلام ده انا طبعا ما اقدرش اتكلم فيها لان دي لعبتي وانت جيت في ملعبي. فلو على الشتيمه انا اقدر ادي لك فرصات، ولكن احنا يعني ما نحبش ان احنا نطلع الالفاظ دي لان احنا فريق محترم وجمهور محترم، وكل اناء ينضح بما فيه. مش هقدر اقول اكتر من كده. طب بالنسبه يا مستر ممدوح، بالنسبه للصفقات اللي جابها الزمالك ايه رايك فيها بالامانه وبصراحه؟ اخوان فينا ده واد لعيب جدا بس ما وظفوش كويس في الملعب، انما الصفقات الثانيه ما فيش اي حاجه خالص. طيب ما هو كوكا حطه في جيبه يا ريس ماتشين يعتبر ورا بعض. عليه جامده بامانه، يعني وقف خطورته كتير وحد خطورته كتير جدا. لكن الاهلي عنده خط هجوم مرعب، خط نص عالي جدا، وابتدى دفاع النادي الاهلي يبقى عالي. ابتدى يبقى عالي، كانت نقطه ضعف ولكن ابتدى يبقى عالي فعلا. الزمالك عنده دفاع الى حد ما، يعني الكوره بتاعت بن شرقي ترقيصه، استلام كوره بترقيصه، ما تدلش غير على انه لعيب كبير. وهي دي الهدف، واتمطع وحط كوره بالمزاج بالمزاج. طب طاهر غير في الماتش بعد ما نزل فعلا؟ طبعا السيست الثاني ده من طاهر، لعيب كبير. والنادي الاهلي عنده دكه عاليه جدا. طب وبالنسبه لان جمهور الزمالك يعني دلوقتي الصحافه الزملكاويه كلها تقول لك ان الجماهيريه كلها للزمالك في الخليج وجماهيريتهم 100% عن الاهلي، ده حقيقي؟ ده لما سالوا واحد بيقول لابوه يابا ليه سكان العماره ليه جمهور الاهلي اكتر من جمهور الزمالك؟ قال له عمرك شفت يبقى البواب اكتر من سكان العماره؟ احنا بنعمل له على طول. جماهير الاهلي وصلت مش لافريقيا والعرب ومصر، وصلت للعالميه. فريق معروف عالميا، لعب مع ريال مدريد ولعب مع فرق عالميه وبورتو البرتغال. انما فين الزمالك؟ برشلونه روما. الزمالك بيلعب مع بني عبيد والفرق اللي هي على قدها، كتر خيرهم كتر خيرهم، يا دوب تكون الفدراليه قريبه ليهم او على قدهم، انما البطولات العالميه ما يقدروش زي ما طلعوش من الادوار الاولى زي ما بعضهم بيقول. نعم ممكن يطلعوا من الادوار الاولى. ما هو بيطلعوا، هم دايما يفرحونا وبيطلعوا بدري يعني. شكرا يا مستر ممدوح. ميرسي جدا.